ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. انا احمد عادل ودي قناه اتعلم ببساطه. هنشارك النهارده في الفيديو ده عن 4 اخطاء بيقع فيها اي حد بيجي يبدا يتعلم برمجه، وانا من الناس اللي وقعت في المشاكل دي، فحابب ان احنا نشاركها سوا عشان لو حد لسه داخل المجال ما يقعش في المشاكل دي، على الرغم ان هو كده كده هيقع فيها، بس على الاقل لما يقع يكون عارف هو واقع في ايه. فالموضوع جدا سهل وبسيط، وتعالى نشوف الغلطه الاولى. اول غلطه معانا وهو انك انت تكون ماشي بس انت مش عارف ماشي رايح فين. يعني بتتعلم حاجه بس انت مش عارف انت بتتعلم الحاجه دي عشان ايه. هل هي عشان ترند، عشان كل الناس بتتعلمها او كل الناس بتتكلم عنها فانا بتعلمها، ولا عشان ايه بالظبط؟ ولازم يكون عندك خريطه او رود ماب للحاجات اللي انت بتتعلمها، بس برضو ما تزيدش عن 3 أو 4 حاجات انت تكون عارف انت الخطوه دي، بعد كده الخطوه الثانيه، بعد كده الخطوه الثالثه بس. يعني انا شايف من احسن الحاجات انك انت ممكن تعملها انك انت تكون على الاقل عارف خطوتين بس، مش تعرف اكتر من كده. عشان انت لو دخلت على النت وكتبت رود ماب لمجال الويب او مجال الابلكيشن او اي مجال عموما انت عاوز تتعلمه، فهتلاقي لستة حاجات انت المفروض تتعلمها، فلما تيجي تبص عليها هتحس باحباط او هتحس تقول هو انا ده كله لسه هتعلمه، فساعتها ممكن ما تكملش. بس على الاقل تكون عارف انت بتتعلم الحاجه دي عشان ايه. عشان انت لو ماشي ومش عارف انت رايح فين، مع اول حاجه هتقف معاك مش هتلاقي سبب اصلا انك تكمل عشانه. فخلي بالك من جزء انك انت بتتعلم البرمجه عشان ايه. حط هدف معين عشان الهدف ده تقدر تكمل عشانه. وتعالى بقى نشوف ايه هي الغلطه الثانيه. انك تفتكر انك تكون فاكر كل حاجه. يعني ايه؟ يعني مثلا وليكن اتعلمت لغه برمجه، فاكون معتقد ان انا لازم اكون فاكر كل حاجه في لغه البرمجه دي لما اجي اطبق عليها او لما اجي اكتبها، او حتى لما اكون قاعد بشرب شاي فاكون لازم تكون اللغه دي موجوده في دماغي. الموضوع ده طبعا غلط، عشان كده كده اصلا جوجل هيكون ايدك التانية في اي حاجه انت بتعملها. يعني مثلا بتطبق على مشروع، فلو ناسي حاجة فهتدخل على جوجل وتبحث عنها وتشوفها وتكتبها. بس في فرق بين النسيان وفي فرق بين عدم المعرفة. النسيان ان دي حاجة انا كنت عارفها بس نسيتها، ودي حاجة سهلة. اما عدم المعرفة فدي حاجة انا معرفهاش اصلا، بس في الحالتين انت كده كده برضه هتبحث. فلما تيجي تبحث عن حاجة انت ناسيها هتكتبها، ولما تيجي تبحث عن حاجة انت مش عارفها هتتعلمها وبعد كده تكتبها. فما تفتكرش انك انت لازم تكون حافظ الكود. اكيد طبعا الكلمه دي غلط جدا، انك انت تكون حافظ الكود. زي ما بالظبط لما اجي اقول لك كده انت هتحفظ المساله دي وهتروح تحلها، محدش بيحفظ مسائل رياضه، فاكيد طبعا محدش هيحفظ كود. فعادي جدا تكون ناسي تكوين اي حاجه، عادي تكون ناسي الحاجه اصلا اللي انت اتعلمتها، عشان انت كده كده في الاول وفي الاخر هتبحث، ولما تبحث هتلاقي الحاجه اللي انت ناسيها دي، فهتلاقي الموضوع جدا سهل وبسيط. اهم حاجه انك انت تكون متعلم بس اساسيات الحاجه اللي انت بتتعلمها. يعني مش شيء منطقي انك انت تيجي تطبق على لغه برمجه انت اصلا ما تعرفهاش، مش في مجرد نسيها، لا انت ما تعرفهاش، فلازم تتعلمها الاول وبعد كده انساها براحتك. بس اهم حاجه وانت بتطبق لما تيجي تنسى حاجه ما تحبطش وما تيأسش وما تقولش انا مثلا انا مقصر في المذاكره او مقصر في الحاجات دي كلها. لا، انت كده كده هتبحث، وبعد ما تبحث هتلاقي الحاجه. وده بقى يا صاحبي ايه اللي بينقلنا لتالت غلطة، وهو انك انت عاوز تتعلم حاجات كتيرة جدا في نفس الوقت. عاوز اتعلم ساعة سي بلس بلس، عاوز اتعلم ساعتين داتا ستراكشر، وعايز اتعلم 3 ساعات سي اس 50، وده كله في نفس اليوم او حتى في نفس الفترة. وفي الاخر مش هتتعلم حاجة، وهتلاقي نفسك مشتت جدا من كمية الحاجات اللي انت عاوز تتعلمها، لان كل حاجة بتظهر قدامك بتبقى لمعة. شفت واحد بيكتب كود وكده وشبه الهاكر، فايه ده انا عاوز اتعلم سايبر سيكيورتي. لقيت واحد بيعمل تطبيقات او ابلكيشنز على الموبايل وبينزلها مثلا على الايب ستور والبلاي ستور، فايه ده انا عاوز اتعلم التطبيقات. لقيت واحد مثلا وليكن عامل له موقع وبيشتغل في المواقع وكده، ايه ده الله ده انا عايز اتعلم المواقع. فلازم تركز على حاجه واحده انك انت تتعلمها. وفكرة انك انت تركز على حاجة واحدة دي مهارة صعبة، مش سهل انك انت تكتسبها برضو. يعني هتاخد منك وقت عشان تعرف تركز على حاجة واحدة، وفي اغلب الاحوال انك انت مش هتكتسب المهارة دي غير لما تتقرص منها. يعني هيعدي شهر 2 3 شهور عايز تتعلم حاجات كتيرة جدا، بس هتلاقي نفسك المحصلة انك انت ما اتعلمتش اي حاجة. فهتزعل وهتقول لنفسك طب ما انا لو كنت ركزت على حاجه واحده بس ما كنتش اخدت فيها شوط كبير او اتعلمت فيها حاجات كتيره جدا. بس ما تزعلش، اكيد طبعا الوقت معاك كبير جدا والدنيا لسه قدام، فالموضوع هيبقى سهل جدا وبسيط في حاله انك انت ركزت على حاجه واحده. ويا عم بعد ما تخلص الحاجه اللي انت بتتعلمها دي، اخدت فيها جزء كبير او اتعلمت فيها جزء كبير وعرفت تشتغل بيها او عرفت تطبق عليها، خلاص عاوز تدخل في حاجه تانية تتعلمها مفيش مشكله. ما انت مش هتفضل برضه تتعلم حاجه واحده طول عمرك يعني. اكيد طبعا لا، هتتعلم حاجات كتيره، بس على الاقل تكون مركز على حاجه واحده في الوقت ده انك انت تتعلمها. يعني زي بالظبط مثلا في موضوع اللغات، انك انت لو عايز تتعلم اكتر من لغه في نفس الوقت، ما ينفعش انك انت مثلا تكون ما بتعرفش حاجه في اللغه الاولى. وليكن انا عاوز اتعلم انجليزي بس انا ما اعرفش اي حاجه عن الانجليزي، وعايز اتعلم برضو صيني وانا برضو ما اعرفش اي حاجه عن الصيني.
ما ينفعش اتعلم الاتنين مع بعض، لازم اوصل لمستوى في الانجليزي او في اللغه الاولى اللي انا هبدا بيها، وبعد كده لما اوصل مثلا وليكن ل A2 او B1 ابدا في اللغه الثانيه، لكن ما ابداش الاتنين مع بعض. فحاول تركز على حاجه واحده انك انت تتعلمها، والموضوع هيبقى سهل جدا وبسيط. وبما اننا بقى بنتكلم عن التعلم، ففي غلطه كده بنقع فيها واحنا بنتعلم، تعال نشوفها. وده اللي بينقلنا للغلطه الاخيره، وهو انك انت بتفضل تتفرج على فيديوهات كتير او على توتوريالز كتير من غير ما تطبق. ده زي بالظبط لو واحد عاوز يتعلم السباحه، فهو فاكر كل ما يفضل يتفرج على فيديوهات سباحه فده معناه ان هو هينزل يعرف يعوم. اكيد طبعا الموضوع ده غلط، لان التطبيق مش سهل، مش اي حد هيقدر يطبق. يعني مثلا لو جيت انا قلت لك تتفرج على فيديو او تتفرج على كورس كامل بس وانت ماسك كوبايه الشاي بتاعتك او كوبايه القهوه وانت قاعد بتتفرج ما بتعملش اي حاجه، ولا تدخل على مشروع وتطبق عليه وتغلط وتبحث وتدور وتروح تتعلم، ولما تغلط تحس باحساس وحش فبرضه تروح تبحث وتتعلم وتغلط تاني وتدور تاني وتعمل الحاجات دي كلها، اكيد طبعا هتقول لي لا انا ادخل انام. فلا، التطبيق مهم جدا عشان المعلومات تثبت، فلازم لازم 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 انك انت تطبق. والتطبيق هيبقى صعب في الاول، بس بعد كده واحده واحده الموضوع هيبقى سهل جدا. اعرف ان التطبيق هيبقى صعب عشان ما تدخلش تفتكر ان التطبيق هيبقى سهل في الاول، فتفتكر ايه ده مثلا حد قال سهل فلا ده صعب، فانا لا هفكس للمجال كله او انا هسيب المجال كله. فبس كده، دي كانت كل حاجه انا كنت حابب ان انا اقولها في الفيديو ده. وتقدر طبعا لو انت قابلتك اي مشكله او لو وقعت مثلا في خطأ او في غلط اتعلمت منه، فتقدر تشاركه تحت في الكومنت عشان كلنا نستفاد. كل حاجه تبقى سهله وبسيطه جدا بالنسبه لنا، فما تقلقش من اي حاجه، عادي جدا انك انت تغلط عشان الغلط فعلا هو جزء من مرحله التعلم وجزء كبير جدا كمان. فبس كده، ما تنساش بقى تعمل الحاجات الحلوه اللي انت على طول بتعملها من غير ما انا اطلبها. وشكرا جدا ليك بجد انك انت وصلت لحد هنا من الفيديو، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد.